هاي هي مدينة البصرة في جنوب العراق، و90% من نفط العراق يجي من عدها. كانت تلقب ذات يوم بالفيحاء، واختفى هواي من جمالها. مرت هاي المدينة بهواي حروب، من حرب إيران مع العراق، ومن حرب العراق مع الكويت، ومن حرب أمريكا على العراق، ودمرت هواي واختفى هواي من جمالها. أمطارها القليلة والصيف كلش حار، وتعاني من تلوث. تعاني البصرة من انقطاع الكهرباء المتكرر، وخصوصا في أيام الصيف. بس شلون مدينة بكل هاي الخيرات وبكل هذا الجمال اللي موجود بيها ما جاي تقدر تستعيد عافيتها؟ اوكي يا جماعة، وصلنا احنا الان الى اشهر مكان موجود بمحافظة البصرة. هذا المكان هو اسمه شناشيل البصرة. هذا المكان سابقه احلى من حاضره. اليوم احنا نشوف انه بيه تعمير وبيه اشياء يعني جاي تصير، لكن هو قبل كان كلش حلو. هذا كان هو تاكسي نهري، يعني تاكسي العشاب. مو احمد اسمه تاكسي العشاب؟ هذا كان تاكسي العشاب، يعني قبل 70 سنة اكو تاكسي نهري، والان هو ما موجود هذا التاكسي للاسف يعني، لكن دي يشتغلون به، ممكن يكون احلى بالمستقبل. تمام، هذا المكان هو موجود بقلب البصرة، هذا يسموه البصرة القديمة. أحب البصرة. أنا أبو حسين من أهل البصرة، ولادتي البصرة. هاي هي مدينة البصرة، تقع على أقصى جنوب العراق، على الضفة الغربية من شط العرب. البصرة لعبت دور مهم بالتاريخ الإسلامي، وحتى الآن بالعصر الحديث ينتسب إلى مدينة البصرة كثير من الأسامي اللامعة، وهم من أبرزهم الحسن البصري وابن سيرين، وحتى بدر شاكر السياب شاعر العراق المفضل. اوكي يا جماعة، وهذا تمثال اللي تشوفوه وراي، هذا واحد من اهم التماثيل اللي موجودة بمنطقة العشاب. سويت تعديلات الوجهي زينة شعرية من هنا حلاق بشارع وطن، وهسه بعد ما اعرف انا رحنا هنا الدنيا ظهرية، والبصرة اغلبها معزلة بالظهرية، فخلينا نشوف مكان نروح نقعد نرتاح فيه، وبعدين نروح للكورنيش. يعاندني ويقلي يعاندني ويقلي يعاندني ويقلي وعد مكتوب. اوكي يا اصدقائي، هاي اللي تشوفوها وراي، هاي طبعا جسر هو ينفتح وتفوت من عند الباخرات اللي بيها بضاعة الشحن، واللي بيها البضاعات الكبيرة يعني السفن الكبار. ينفتح هذا الجسر كامل، يعني هاي تصعد ويفوت الباخرات وترجع تنزل. شوفوها شلون شيء كلش حلو يعني. البصرة من ولدنا بها لحد هاي الساعة جميلة، وإن شاء الله تبقى جميلة. احنا اهل البصرة شيء نحبه هو الصيد. اوكي يا اصدقائي، وجينا على واحد من اهم الاماكن اللي موجودة بالبصرة حرفيا، هو كورنيش البصرة اللي موجود على شط العرب. هذا الكورنيش حرفيا يجنن، يعني احلى مكان ممكن اشوفه انا بالبصرة لحد هاي اللحظة. فخلينا نصور لكم اجواء والاشياء الحلوة اللي فيه والناس الطيبة اللي موجودة هنا. أحب البصرة كل صفاتها حلوة، يعني أهلها طيبين وحلوة، وضعها إن شاء الله وضعها آمن، وإن شاء الله الجيل القادم هم إن شاء الله هم ينهض. طبعا اليوم سيمبوزيوم اللي هو رسم المباشر الحر بخامات مختلفة طبعا والوان مختلفة كذلك. الافكار متعددة، وهي من ضمنها الافكار التجريدية والافكار الواقعية. اما بالنسبة للعمل اللوحتي او العمل حاليا اللي هو راح يكون التجريدي، في فكرة معينة انه كاميرا او النساء هي عبارة عن يعني اشخاص او مجموعة اشخاص، حسب دلالة الالوان حيكون المتلقي او المتذوق هو اللي يفسر الموضوع. طبعا احنا نساء البصرة داعمين اكيد للفن وللفنان والمهرجانات اللي تصير بالبصرة، وهذا الشيء طبعا مو هو جديد على اهل البصرة ونساء البصرة، فلذلك هذه المعارض تقام تقريبا شهريا او سنويا بمحافظة البصرة.
اوكي اصدقائي، اخذوها مني للامانه احلى مكان ممكن اشوفه بالبصره لحد الان هو الكورنيش. يعني حرفيا هنا كل شيء حلو، راح تشوفون الاطفال والعوائل والوجوه الطيبه والناس الكرماء وكل شيء هنا راح تشوفوا حلو. اضافه الى تاخذون جوله، طبعا هاي الكلام مو لاهل البصره، اكيد اهل البصره كل جمعه يجون هنا، لكن هذا الكلام للناس اللي ما زايره البصره، للناس اللي ما جايه وشايفه هذا الجمال اللي موجود بالعراق. محافظه البصره محافظه مميزه جدا، محافظة بيها جمال وبيها تاريخ وبيها ناس طيبة ما راح تشوفوها يمكن بأي محافظة. ما أعرف، ممكن تلقون أحلى، لكن الآن اللي أقدر أقوله إنه هاي المدينة مميزة جدا. يعني يمكن إذا سويت قائمة للمدن المميزة ممكن أضيف أول شيء هي البصرة، على جمال الناس اللي موجودة هنا وطبيعتهم وكل شيء عندهم حلو. تعالوا للكورنيش إذا جيتوا للبصرة، أخذوها مني ماشي، تعالوا للكورنيش. حقيقة شارع الفراهيدي يعتبر من الشوارع الثقافية التي افتتحت في محافظات العراق، بالإضافة إلى شارع المتنبي، أو هو الرديف لشارع المتنبي، حيث يكون متنفس للمثقفين وللعوائل البصرية وللطلاب ولجميع من يحب الثقافة والأدب والفن. أتمنى على الجهات المسؤولة أن تطور هذا الشارع أكثر، وأن تفتح مرافق خدمية لجميع زوار هذا الشارع، وأن يستمر لطيلة أيام الأسبوع. اوكي اصدقائي، لهنا صار اقول لكم رحلتي بمدينه البصره انتهت. هاي المدينه جميله كلش، ما تنحصر وحدها بفلوق، لكن يحتاج لها اكثر من فيديو، يمكن اكثر من 10 فيديوهات حتى نصور كميه الجمال اللي موجود بيها. للامانه انصحكم ان تجون تزورون البصره. انتم اذا ما جايين لمحافظه البصره فعمركم خساره، اخذوها مني، عمركم خساره اذا ما جايين البصره. مدينه البصره احلى من ما انتم تتصورون بالضبط. رحلتنا راح تكون للمحافظات بعد ان شاء الله احلى، وان شاء الله نشوف اماكن اكثر. اني انصحكم اذا جيتوا للبصره تروحون للكورنيش وللبصره القديمه والشارع الفراهيدي، بالاخص اذا جيتوا يوم الجمعه. يوم الجمعه شارع الفراهيدي مميز كلش. سلام، لا تنسون دعم الفيديو ومشاركته يا اصدقائكم. واهل البصره كتبوا لنا الاماكن اللي ما رحنا عنها اللي كلش حلوه واللي انتم باي. شكرا أهل البصرة على حسن الضيافة، وكانت أيام مميزة وحلوة وياكم. الأكل البصري أكل مميز، وأهل البصرة ما قصروا ويانا، وكانت الأيام كلها مليانة أكل بصري وأيام حلوة جدا.